ناس كتير بتسألني بخصوص الشغل آه، عموما في البرازيل والدول اللاتيني. آه، عموما الشغل في جميع دول العالم، الشغل الحرفي اللي هو صاحب صنعة هو اللي يمشي في جميع دول العالم. ولكن في بلاد زي اللاتيني أو أفارقة أو أفريقيا، دي بتحتاج تجارة. التجارة حتى لو الدولة فقيرة تمسك فيها فلوس. أما الشغل هنا في البرازيل اخرك خالص حوالي $300 ل $350. لو كنت انت يعني حتى الموظفين البنوك هنا بياخدوا $350 في الشهر. وهم حياتهم هنا تختلف عننا. انت جاي تتغرب عشان تمسك فلوس تبعت لاهلك ومصاريف والكلام من ده. الشغل هنا لو تجارة هتمشي معاك وربنا يسهل لك وهتمسك فلوس. اما تشتغل عند الناس ما انتش هتمسك فلوس خالص. لازم شغلانة حرة. وبخصوص المهن الحرفية، دول زي أوروبا وأمريكا دول هتمسك فيهم فلوس بالمهن بتاعتك من غير ما تفتح مشروع تجاري. أما الدول اللاتينية وأفريقيا والكلام من ده لازم تفتح بيزنس ليك حتى لو بسيط، لو ب$1000 وربنا هيكرمك وهيكبر معاك المشروع. أما بخصوص تشتغل هنا في البرازيل عند الناس مش تمسك فلوس، مش هيدوك حاجة. تمام. أو متنسوش تعملوا متابعة لصفحتي الشخصية. سلام.